على بالي عرفتوا كامل ورانا، اكيد ما كاش واحد ما يعرفش الامينونو. اليوم فيديو نتاع نهار اليوم راح يكون جوله خفيفه للامينونو، ومنها نروحوا لكراكوي، اقدم منطقتين شعبيه في اسطنبول واحب منطقتين لدى السواح وخاصه العرب. وحبيت نقول لكم حاجه، انه هذا الفيديو تصور تقريبا قبل شهرين من الان، بما انه الان كل المطاعم مغلوقه والشوارع بدات تفرق، وما تستغربوش ايضا اذا شفتوا الدنيا صيف ولا شفتوني ناكل برا. يلا مع بعض راح تستمتعوا معايا بزاف اليوم. يلا مطعم الحين نجربوا اليوم ناكلوا عند هذا السفن. اخر مره كليت من عنده 4 سنين ولا 5 سنين هكاك، قبل ما نتزوج هنايا كليت من عنده، دوكا نجربوا دوزيام فوا. شوف فوالا يشوفوا لكم من فم هذيك السفينه ويابو لهنايا. هذا واحد جابه لنا جاي هكا يبيعوا برا يقدموا لك هذايا. الأكل في هذه السفن الشعبية لها طعم خاص، تنافس حتى مطاعم السمك الفخمة رخيصة وبنينة. وحتى الضجيج الشعبي نتاع هذه المنطقة ونتاع بياع السمك خاصة من الذرة والكستنات تفتح الشهية والله. دوكا أنا رايحين لمنطقة الكراكوي ونقطعوها من جسر الصيادين وين مطاعم السمك تحت والصيادين فوق. دوك نطلعوا لفوق ونشوفوا المطاعم. هنا دخلنا في الممرات السحرية نتاع هذا الجسر وين قابلنا هذا المنظر الرهيب. وطلعنا فوق هذا الجسر ونصيب المكان المفضل لصيادي اسطنبول. وهذا الجسر عندما تمر باخرة من حجم الكبير يتم فتحه بشكل كامل لتمر البواخر الكبيرة منه. هذا هو جسر الصيادين. شو الناس كاملة يتصيد، وثاني ناس تاني هنا تقدر تمشي. المنظر نحكي لكمش بزاف هايل. شوفوا هنا حتى هنايا كان يبيعوا الصنارات، يبيعوا الطعم، يبيعوا كامل معدات على الصيد. ومنطوع كاين الصيادين هنايا برضو، حتى كاين هنا اللي يأجروا الصنارات. بايزومبل ما عندكش حاب تصيد يعطوك تكريها بدراهم ترجعها كي تكمل. شوفوا جينا جسم الامينونو، قطعنا هذا الجسر كومبلي. هذا الجسر كومبلي على الوجه كنا من تحت، بعد طلعنا لفوق هبطنا طلعناه كامل، ودوكا جينا ادغوات باش نروحوا واحد البلاصه دوك نقول لكم عليها. شوفوا جينا كنا لهيك، شفتوا الجسر هذا كنا من الجهه الاخرى، دوك حنا رانا هنايا شغل قطعناه بالك. ولا شوفوا المنظر شحال شباب هنايا. فوالا في منطقة كراكوي وجاي مقابل جسر الامينونو. هنايا من دار يحطوا زعما كيكونوا رايحين كاديكوي ولا هكا بالسفينة، يجوزوا هاد الستاسيون قبل الامينونو يحطوا هنا.
هنايا منطقة تانية سياحية. شوفوش فوالا فيها لي ريستورون بارتو ماما بالناس السياح قدام البوسفور شنو لا ستاسيون تاع كراكوي. شوفوا بارتو يبيعوا الحوت مشوي. هيك انا بنشوف الحوت عند هذاك. هاي هناك كراكوي. في عندنا كنت الساندويش لكن فوالا جينا عند هذا كراكاي يقولوا اغلو مشهور بزاف في تركيا هنايا وما عندوش حتى فرع واحد اخر غير هذا الفرع. شوفوا لاشان عليه هذه لاشان اصلا جا الكورونا تاني دايرينها باش ما يدخلوش كامل على ضربة. عندهم حد معين يدخلوا. فوالا هذا متخصص في كل انواع البقلاوه هنايا. هذيش حنحبها بزاف هايله مدينه بزاف. هاي الميديا مخدومه بالبقلاوه، عباره عن ميديا مخدومه بالبيستاش من داخل. ثاني بنينه هايله مشهوره هنايا. هذا خدمينهم بقلاوه ثاني. شوف عنده ثاني هذه اسمها غازي عنتاب، بقلاوه غازي عنتاب. وهالبوراك نتاعو شوفوا هذا هو البوراك التركي. فوالا هو البوراك. بيع الايس كريم ويبيع هنايا كل انواع الشوكولاتات. يبيع حتى اللقم. شوفوا هذا بزاف مشهور في تركيا. وباش تشوفوا يخدم غير بالبيستاش كامل. ديفا يخدم بالجوز بصح الاغلبيه تاع البقلاوه نتاعو بالبيستاش. يخدم اللقم الحلقومه. وهذا ازمه هريسه بزاف مشهور هنايا وبزاف بنين تاعنا. شوف الفناجيل هذه تاع بكري هذو هكا كانوا يديروهم. انا دوكين خرجنا من عنده. البقلاوه تاعو بزاف بنينه بزاف هايله عجبتني فريمون. فيها شغل تقهمش ما فيهاش ثقل بزاف فيهاش شربات بزاف يعني خفيفه الحمد لله. شوفوا قد ما تشوفوا اسطنبول قد ما تزوروا اسطنبول قد ما تروحوا بلايص قد ما وين تروحوا عمركم ما حتكملوها. عمركم ما حتقولوا خلاص شفنا كامل اسطنبول باسكو اسطنبول عمرها ما تخلص. وين تروحوا الا وتشوفوا بلاصه جديده مكان جديد عمركم ولا رحتوا عمركم ولا زرتوا. اسطنبول ما شاء الله كبيره بزاف. هلا هنا يديروا قهوه على الفحم. شوفوا كيفاش يخدموا بهذا تاع النحاس هذا. اكتشفوا هذا الطريق هذه مضانين نمشيو فيها بلا فاتور. نصور لكم منها. كنا ماشيين بلا فاتور نصور لكم منها. ودوك انا ماشيين ابي. شوفوا هنا حاولي الصيادة ديما طلعنا فوق. هاي خلاص الفيديو تاع اليوم. نتمنى يكون عجبكم. فيديو خفيف ظريف صغير. نتمنى ثاني تعطوني رايكم فيه. وما تنساوش تشتركوا في ستوري. باي سلام.